اهلا بيكم، عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى هقول لكم ازاي تعملوا بيتزا تحفه ناجحه جدا من اول مره، هشه. هقول لك على كل الاسرار والحركات اللي تخليكي تطلعي بيتزا بالشكل ده. عايزه اقول لكم انا مشهوره بالبيتزا عندنا في العيله كلها، في العيله وعيله العيله كمان. شايفه العجينه قد ايه هشه جدا وطريه، مع ان مكوناتها بسيطه جدا. تعالي اقول لك عملت ايه. بياض بيضه ضفتها في الاول، نزلت عليها بكوبايه ميه دافيه، معلقه صغيره مليانه سكر، نص معلقة صغيرة ملح. مجهزة علبة زبادي صغيرة طبعا بدرجة حرارة الغرفة، مش هستخدم اي حاجة من التلاجة عشان عاوزين الخميرة تتفاعل معانا بسرعة بما ان الجو برد يعني. تمام. هنزل بايه بقى؟ باكت ونص خميرة. انا النهاردة او المرة دي هستخدم تقريبا 600 جرام دقيق، فهستخدم ليهم باكت ونص خميرة. دول مش باكتين، دول باكت ونص. الباكت ده تقريبا 12 جرام، فانا هستخدم واحد ونص. هبتدي اقلب المكونات السائلة كلها مع بعض الاول، بحيث ادوب الخميرة مع السكر مع الملح كل ده قبل ما انزل بمقدار الدقيق. ده تقريبا 600 جرام دقيق هيعمل لي بيتزايتين ما شاء الله، حجم عائلي. بس هقولكوا في اخر الفيديو انا ليه عاملة كمية كبيرة كده. طبعا هبتدي الم الدقيق مع المكونات السائلة وابتدي اعجن كده شوية، وفي نص العجن هنزل بربع فنجان زيت، ربع فنجان زيت بس. شوية شوية ألم أعجن كده، وألم ألاقي العجينة تبتدي تنعم معايا. هو ده المطلوب. عجنت المدة لا تقل عن 10 دقايق، من 8 ل10 دقايق. بصي العجينة بقت عاملة ازاي. ما ضفتش اي حاجة بره الكاميرا يا جماعة، اللي ضفته هو اللي انا قلتلكوا عليه، ولا ضفت مية ولا ضفت اي حاجة تاني. لما بضيف حاجة بقولها لكم. العجينة ناعمة زي الملبن، عجنتها كويس جدا، وده اول سر من اسرار نجاح عجينة البيتزا، انك تخدمي العجينة في العجن كويس. تمام. هبتدي بكده اظبطها عشان لما اجي افردها تبقى شكلها منتظم معايا. هغطيها ببلاستيك راب وادخلها الفرن. الفرن طبعا مش والع ولا اي حاجه، اي مكان دافي. ممكن تحط فوقها بطانيه لو مستعجله. ببلاستيك راب. انا حطيت فوقها بطانيه مسافه ساعه بس، كانت ما شاء الله. هوريها لكم دلوقتي شكلها ايه مع ان الجو برد. شايفه العجينه شكلها ايه؟ ما شاء الله. انا طبعا مش هستخدم كل البيتزا دي المره دي، فايه، فهقسمها على جزئين. هاخد نصها بس اعمل بيه البيتزايه بتاعت النهارده، والنص التاني ممكن اعمل منه فطاير بالجبنه بمشكل جبن، او ميني بيتزا او اي حاجه هستخدمها طب انا دلوقتي مثلا مش عايزه اعمل فطاير دلوقتي، او مش فاضيه، هعمل ايه؟ هحتفظ بيها في الفريزر. بعد ما تكون خمرت هدخل عجينه في الفريزر في علبه محكمه الغلق. بكره او بعده او في اي يوم تاني هطلعها اسيبها تفك واستخدمها عادي. اهم حاجه تكون العلبه مقفوله عليها كويس عشان ما تلقطش اي ريحه من الفريزر. سهله جدا وبسيطه. هقولك بقى طريقتي في صلصه البيتزا، عشان مش بحط ولا بصل ولا توم زي ما في ناس بتعمل كده. انا دي طريقتي، جربيها وتعالي قوليلي. صلصه طماطم، هنزل عليها برشه ملح ورشه زعتر، بصل بودر وتوم بودر حسب كميه الصلصه اللي انت عاملاها. ملح وزعتر بصل بودر وتوم بودر، وهضيف معلقه زيت. هرفع الصلصه على النار 5 دقايق بالظبط. اول ما تغلي غلوه اروح جايه طفي عليها وسايباها تبرد، عشان لما اجي احطها على البيتزا طبعا لازم تكون بارده. مينفعش استخدم الصلصه وهي سخنه. فانا اثناء ما البيتزا بتخمر انا بعمل الصلصه. هبتدي افرد البيتزا معايا بسمك متوسط. افرديها زي ما انت عايزاها رقيقه قوي اعمليها في صينيه كبيره اكبر ما انا عامله، انما انا عاملاها كده سمك متوسط، يعتبر كويسه جدا على مقاس الصينيه دي اللي قدامك دي. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده باللحمه المفرومه وبالفراخ وبصدور الفراخ وحاجات كتير. المره دي الولاد قالوا لي يا ماما احنا مش عايزينها باللحمه ولا بالفراخ، عايزينها بالجبن بس. في الوقت ده لازم اكون مشغله الفرن درجه حراره 200 او 220، اعلى درجه حراره عندي. الفرن يكون ساخن جدا، مده لا تقل عن ربع ساعه. هرص بقى ايه؟ اي حاجه بقى عندك اعمليها. عندك مشروم، عندك فراخ، عندك ستريبس، عندك اي حاجه، وانزلي بالجبنه. هقولك بقى على سر هنا مفيش حد يقولهولك. الجبنه اللي يخلي الجبنه تمط وتشد لما تكون معموله من لبن طبيعي، وده اللي انا بجيبه. مش بجيب جبن زيوت نباتيه، انا بجيب جبنه لبن طبيعي. هو صحيح مش لبن طبيعي 100%، بس احسن يعني من حاجات كتير ايه موجوده في السوق. طبعا هتستوي. هدخلها الرف الاوسط درجة حرارة 220، الفرن شغال من تحت بس.
مش هتاخد اكتر من 10 دقايق وهتكون بالشكل وبالجمال ده.